انت فعلا بتختار ولا حياتك نابعة عن ردة فعل؟ هي فعلا قراراتك جاية من جواك ولا استجابة عن الحاجات اللي حصلت لك قبل كده؟ وايه الفرق اصلا بين انك بتختار وانك بترد بس؟ كل يوم بنقابل مواقف كتيرة جدا بدون ما بناخد بالنا ردود افعالنا عليها بتكون تلقائية من غير اصلا ما بنفكر فيها تفكير عميق، لكنها نتيجة برمجة قديمة جوه دماغنا. زي ايه؟ لما حد بيزعقلك بترد بعصبية من غير ما تفكر. لما تحس بالخوف أول حاجة بتعملها إنك بتلاقي نفسك بتبعد. لما تحس إن حد هيبعد عنك بتتمسك بيه قوي حتى لو كانت العلاقة مش صحية. المشكلة هنا إيه؟ إنك بتتصرف بناء على تجاربك القديمة مش الشخص اللي قاعد قدامي دلوقتي. إنك عمال تعيد بشكل أوتوماتيكي من غير أصلا ما بتفكر في القرار اللي بتاخده. وإنت كل ما بتعيد نفس رد الفعل كل ما عقلك يقنعك إن دي الطريقة الصح حتى لو الطريقة دي أصلا كانت بتضرك. السؤال المهم بقى، ازاي ابدأ افهم نفسي بدل ما اعيش على ردود الافعال؟ اول حاجة انك تراقب نفسك بدون ما تحكم عليها. كل يوم خد بالك من تصرفاتك وسجل الحاجات اللي انت حسيت فيها انك اتصرفت من غير وعي، وهل ده كان رد فعلك فعلا ولا انت بترد. تاني حاجة، خد ثانية واحدة قبل اي قرار. لما تلاقي نفسك بتتصرف بسرعة خد نفس عميق واسأل نفسك، هل انا بعمل ده بإرادتي ولا دي استجابة لحاجة قديمة متخزنة جوايا؟ تالت حاجة، افهم مصدر ردود أفعالك. اسأل نفسك، هي ليه الحاجة دي بتضايقني؟ ليه أنا أصلا برد بالشكل ده؟ غالبا هتلاقي الإجابة راجعة لحاجة زمان. رابع حاجة، إنك تبدأ في تغيير طريقة الاستجابة. لما تدرك إنك عندك رد فعل تلقائي بيضرك جرب مرة واحدة إنك تختار استجابة مختلفة حتى لو كانت صغيرة. والفرق اللحظي بإنك تعيش بوعي وإنك تعيش على ردود الأفعال هو إنك تاخد لحظة قبل أي قرار وتسأل نفسك، هل ده اختياري الحقيقي ولا مجرد استجابة؟ خطوة جديدة، درس جديد، ودايما احنا مع بعض في رحلة المعرفة. أما في الفيديو الجاي فاحنا هنتكلم عن حاجة بتأثر على قراراتنا بشكل أكبر مما نتخيل. إحساس إني مش كفاية، أحس دايما إن أنا أقل من اللي أنا مستحقاه، وهنتعلم إزاي نواجه الإحساس ده. عشان كده اوعى تفوت اللي جاي.